عرفتي وكيل. ديما اي موضوع هذاك التلميذ كيدخل ليه الدود، كيقول لي الدود والدود نوعان فمنها الناططة والزاحفة، والزاحفة نوعان فمنها الطويلة ومنها القصيرة، والطويلة نوعان فمنها الغليظة ومنها الضعيفة، والضعيفة نوعان فمنها التي تلد ومنها العاقيم، والتي تلد نوعان إما أن تلد الدودة العادية وإما أن تلد دودة القز، ودودة القز نوعان فمنها التي تصنع الحرير ومنها التي لا تصنع الحرير، والتي تصنع الحرير نوعان. أستاذ مرض بعيا ما يدير معاه، واش كيفكر هو ومرته؟ قالت لي دير الانشاء على الفيل، الفيل بعيد على الدود، هو يكتب ليه الفيل من أضخم الحيوانات، له خرطوم طويلان وأنياب كبيرة، فهو عندما يمشي يقتل بعض الحيوانات الصغيرة والحشرات مثلا كالدود، والدود نوعان فمنها الناططة والزاحفة كعمر ليلة وراه. أستاذ تقلق، فكر عاوتاني هو مرته، قال لي يدير الإنشاء على الأخبار، هو يكتب ليه لقي 15 جنديا مصرعهم في كمين وضعه المقاتلون الشيشان في الضفة الغربية، حصلوا على جثتهم بعد أن أكلها الدود، والدود نوعان. عرفتي شنو ذاك الأستاذ غيتسطى، هو يجي عنده قال لي شوف غدير الإنشاء على الطيارة ولا كنتي راجل جبد الدود، هو يكتب ليه الطائرة من وسائل النقل الجوية والمريحة، وقد ساعدت الإنسان في نقل الأماكن البعيدة ونقل السلاح في الحروب، وهي كبعض الحشرات الطائرة مثلا كالفراش، والفراش أصله من الدود، والدود نوعان فمن والأستاذ صراحة تقلق مزيان، بقى كيفكر شي حاجة ما عندهاش علاقة بالأرض، يعني الدود ما يمكنش يطلع قال لي غدير إنشاء على الشمس، ويكتب لي ذات يوم استيقظت في الصباح الباكر فرأيت الشمس بهاتين العينين التي سيأكلهما الدود، والدود نوعان فمنها التي تلد ومنها العاقيم، والتي تلد نوعان. إذا شكرا لك يا عبدو. غادي نعملوا واحد تور